مستشاري قائد ألمانيا دار فلوغاخ السيد أدولف هتلر لم يكن إلا جزائري من بلاد القبائل يتقن اللغات ويعرف التواريخ وعارف بالثقافة العضوية لهذا البلد. وقلت لهم هو جد الهاشمي الشريف رئيس حزب التحدي السابق. يبان مبالغ فيه، لكن حقيقي أن الدستور الأمريكي كتب خوفا من الجزائر، وهذه موثقة، وهذه المفروض تستحق أنه يطرح عليها الضوء كليا لأنه موثقة مصادر مذكورة عنها. ممكن حتى الأمريكان نيفي البحرية الأمريكية وجدت بالضبط بسبب الأسطول الجزائري. بالضبط. بعد استرجاع السيادة الوطنية فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك، الجزائر أرجعت لك. كان لي الحظ أن أتذكر اللحظات الأولى من ازديادي وهي تستطلعني الآن وأنا في الفراش أرى النافذة وأرى السحاب وأنا نائم في الفراش في الساعات الأولى من حياتي. لازم تربية بيداغوجية، لازم توجيه إعلامي باللي الجزائر هي أكبر قوة زراعية في العالم. بالتالي لما نقنعوا الجزائريين باللي هاد زيت الزيتون هي أحسن زيت زيتون في العالم وتعتبر دواء وما كانش منافس تاعها في الأسواق، لما يعرف باللي التمور الجزائرية هي كلها فريكتوز، التمور تاع بسكرة الواد ونتاع الثورة هي فريكتوز، وكل التمور في العالم هي كراميل. لما يعرف المواطن الجزائري بأن عنده أحسن تفاح في العالم، أحسن ليمون في العالم، أحسن عنب في العالم، هنا ويعرف باللي نقولوا للمواطن الجزائري باللي راك في سنوات قليلة راك رايح تسبح من أكبر الاقتصاديات في العالم أو لا أكبر اقتصاد في العالم. أول من فسر القرآن جزائري. سألوا داعية في حصة تلفزيونية قيل له: أي البلدان تتمنى أن تقضي حياتك ثم تدفن فيها؟ قال: المدينة المنورة، ثم أردف: والجزائر المنورة. قطعه المذيع، قالوا: المدينة المنورة نعرفها، الجزائر المنورة. قالوا: ألا تعلم أن بقطرة كل دم شهيد هناك نور يصعد من الأرض إلى السماء؟ أنت رئيس حكومة الجزائر المنورة. عطيت لك أرقام قبيل، قلت لك استقطبنا أكثر من 300 مليون و300 ألف سائح. 32 مليون هكتار من هذه الأراضي تاع 40 مليون من الأجود في العالم موجودة عندنا. أي دولة تتجرأ للجزائر يكون في علمهم أن الارتداد راح يلحق من أبيجون إلى لندن. الأرقام التي نستخدمها الآن هذا 1 2 3 يعني نسمي 1 2 3 هذا اللي نسميوه اللي نعتبرها هذه الأرقام أيضا تم اختراعها في بجاية. أول ما تم اختراعها في بجاية هذا مهم جدا. من علم الفرنسيين الرياضيات؟ من علم؟ نحن الذين علمناهم الرياضيات. كانوا يعرفون يحسبون الفرنسيين، كانوا يعرفون الفيزياء أو الكيمياء. طرحت لهم اسما ثانيا أو إشكالية ثانية، قلت لهم إن دولة البرازيل اسمها مشتق من قبيلة توجد في ولاية مسيلة. جاتني سفيرة لا سويس وقالت لي بلادكم خير من بلادنا. جاتني سفيرة سويسرا من ناحية الطبيعة، من ناحية كل شيء، من ناحية حتى السكنات الاجتماعية اللي تمنحها الدولة للمواطن بصفة مجانية بشهادة شاهد من أهلها. خير من سويسرا. كيف خير من سويسرا؟ لأن عندهم توجيمهم. ولاد فايت سويسرا ما عندهم. ولاد فايت أحسن من سويسرا. أحسن من سويسرا. شكون تهضر على سويسرا؟ لا أن عندها حيوط. الحيوط هذوك مسبوغين مليح. راح يلحقوا لهم. هذا هو صمام الأمان الوحيد اللي بقي للمسلمين بعد الله عز وجل للجزائر. التاريخ يعيد نفسه. الجزائر عندها جذور تاريخية تمتد لأكثر من 3000 قرن.
أولا لابد أن يعلم الناس أن هذا الجزائر وقف إسلامي، وقف إسلامي. الحرقة غادي تولي عند قريب، تولي من أوروبا ترجع للجزائر، من أوروبا ماشي أنت ترجع. شوف الشعر الأصفر جاي من أوروبا جاي للجزائر يحوس على خدمة. اللي يعرف إخواننا في الغرب في تلمسان ولا في وهران الساعة الكبيرة اللي تتعلق في الحيط ولا يسميوها المكانة. هذا اسم جاي من اسم يسمى المنجانة. المنجانة ساعة خدمها مهندس جزائري اسمه ابن الفحام في القرن الثامن الهجري. وانتم تاريخكم يرجع إلى سنة 96 هجرية. في الإسلام أول مسجد بني في الجزائر مسجد المهاجر أبي دينار تيميلة 96 هجرية. دعوني أيضا أقول إن من شباب الجزائري هناك لدينا شاب جزائري من الأوائل المخترعين لشات جي بي تي، هو الأستاذ فؤاد بوسطوان، هو أحد الشباب النابغين ويمكنكم الاطلاع على سيرته في هذا المجال. هذا يا سيدي أقدم كسكاس في التاريخ. هذا قطع هي شظايا لكسكاس عمره أكثر من 25 قرن، ظهر في لقيته أحد الحفريات الأثرية في أقبو في بجاية في غار الجبل. الجيش الوطني الشعبي مجموعات الدفاع الذاتي، وأصبحت مثالا يقتدى به في محاربة الإرهاب في العالم كله. مجالس الصحوة في العراق منين جابوها؟ نتاعنا احنا. اهلا بكم. هل سمعتم مشاهدينا الكرام بقصه الصخره الطائره التي حملت على ظهرها الشيخ عبد العزيز بالحاج، وانطلقت من بلديه شارف بالجلفه وحطت بمكه المكرمه لمساعدته على اداء مناسك الحج. نرحل بكم الى ولايه الجلفه وقصه الحجر الذي حاكمته فرنسا باعدام سنوي رميا بالرصاص. الدم نتاعنا فيه الكوريات البيضاء والكوريات الحمراء والكوريات الخضراء. الكوريات الخضراء تاع الدرابو تاعنا نائمه. هذا الطير يا أحبة رسول الله وهو اللقلق أخذ من العلم تاع فرنسا، بدأ يتمزق شوية، أخذ منه يأخذ منه ويبني منه عشه، يبني العش نتاعو من العلم تاع فرنسا. تفطنت فرنسا لهذا الطير، صنع العش نتاعو من علم فرنسا. وش دارت فرنسا يا أحبة رسول الله؟ ألقت القبضة على هذا الطير وقصت جناحيه وأدخلته في السجن مع المجاهدين. وهذا الطير يا أحبة رسول الله عندما يوضعوا له الأكل ما يأكلش. لماذا؟ لأنه يرى الفزع نتاع المجاهدين يعذبون. لن يكون عبثا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الحديد في الجزائر ورزق أهل واختار رجال الجزائر ليدينوا الحديد. قصة الملك المغربي الذي هزمته عنزة. تقول الحكاية المتواترة إن ملكا مغربيا جاء غردايا يقود جيشا عرمرما، أوله في المنيعة وآخره الله أعلم. المهم حاصر هذا الملك المغربي قصر المنيعة العتيق بغردايا الذي كانت تتزعمه مباركة بنت الخس. تواصل الحصار عدة أسابيع طمعا في استسلام أهل توريت، فالجيش المحتل لم يكن يستطيع الاقتراب ولا التراجع أكثر لأن القصر كان محصنا طبيعيا. فكرت مباركة بنت الخس داهية قومها وأميرتهم وأومأت للفجر ثم استرسلت: هل بوسع العنزة أن تنهي الحصار؟ هذه الأرض فيها 300 صحابي مدفون ما يعرفوش الجزائريين. هذه الأرض فيها نبي من أنبياء الله مدفون، سيدي يوشع، غزوات إلى يومنا هذا الناس ما تعرفش. أهل الجزائر كلهم هم من أهل الجنة، لأن الشهيد يشفع في 70 رجل من أهله، والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثورة التحرير. إذا كل واحد منهم يشفع في 70 هذه أكثر من 100 مليون. دونك كاين غير هنا في الجزائر على هذه كاين دراسات راهم يقوموا بها باحثون يقولوا باللي يعني أهل الكهف كانوا في المنطقة تاع شمال إفريقيا بالضبط في الجزائر. حتى نذكر أنه أول رئيس حكومة أو رئيس كان في سوريا هو كان من أصل جزائري. أنا أقول بأن الإنسان الأول لو بروميي أوم نشأ في هذا البلد لما دخلت مغارة إيجنجاوين ورأت تلك الألوان الخالدة الثابتة التي لم تتحول منذ 12,000 سنة. أول اللي دار بلازما في العالم هو جزائري. هو جزائري. بجاية واش سموها قبل؟ برك ما نعرفوش. حتى الكثير من أهل بجاية نسألهم ونقول لهم ماذا كانت تسمى بجاية آنفا؟ ما نعرفش. هلا ما تعرفش، لازم تعرف. يا جماعة بجاية كانت سموها مكة الصغرى. رأيتم منذ أيام في شبكة فيس باباه وفيس أمه
صورة لغراب يمزق العلم الإسرائيلي. العملية هذه وقعت هنا في الجزائر في سنة 1961 باللارج يا طويل القايمة. كان في العش نتاعو في ثكنة عسكرية، يشوف هذاك العلام بالبلون روج، ينزل عليه يقطعوه ويديه للعش نتاعو ويلطخوا. الجنود تحينوه وأطلقوا عليه الرصاص فكسروا رجله فسقط. عقدوا مجلسا عسكريا وحكموا عليه بالسجن